أهلا وسهلا بكم. اليوم باش ننفض الغبار معناها عن واحدة من أعظم القصص، يعني بالحق من أعظم مش قصص، ما نجمش نقولوا عليها قصة، من أعظم الأعمال الأدبية اللي بالحق ماكش باش تندم اللي انت قريتها وفهمتها. فركزوا معايا معناها في الفيديو هذا باش نحاول يعني ناخذ فكرة عامة ونفهموها شنية تحكي، وفي الفيديو القادم إن شاء الله نحكوا نزيدوا نتعمقوا في الخصائص الفنية والمضامين متاعها. Digo yo quiero envejecer, para perder contigo. فاليوم كما قلنا باش نحكوا على واحدة معناها من أهم وأمتع الأعمال الأدبية اللي معناها تنجم تقرأها في حياتك، واللي يقرأ القصة هذه معناها وعنده عليها فكرة أكيد يعني يعرف الفيديو هذا الكل شنية باش يحكي. فالمهم رسالة الغفران معناها هي عمل أدبي لأبي علاء المعري، اللي هو معناها شاعر وفيلسوف عباسي، وتعتبر معناها من أمتع وأجمل ما كتب المعري في النثر. وهي زادة معناها رسالة توصف في الجو متاع في الجنة والنعيم، وزادة معناها جهنم والجو متاعها والشخصيات غادي شنية جوهم، وأكيد يعني مش الجنة في الواقع، جنة المعري، فما تمشوش بعيد. فنجموا معناها نوصفوا الرسالة هذه بالكوميديا الإلهية. فمعناها رسالة الغفران هذه معناها تعتبر رد ضمني على رسالة ابن القارح وأبو علاء معناها. فالمعري معناها هذا خصصها في زوز أقسام، اللي هو معناها قسم الرحلة وقسم الرد. فالأول يعتبر معناها قسم تخيلي، وقسم معناها اطرادي، ويعتبر مع نفس القسم نحكي يعني يعتبر تخيلي واستطرادي. معناها استطرادي معناها كما نقولوا ينقز من موضوع الموضوع آخر، كيما التوحيدي زاد قريتوه تلقاه يحكي في حاجة ومن بعد يقطع مع الحاجة هذيك ويجبد لك معناها على حاجة أخرى، معناها ينقزلك من موضوع الموضوع. وزاد عجائبي من أكا معناها التسلسل متاع الأحداث اللي عكست براعة الكاتب ومهارته في الأحداث اللي بداها بكا كسر خط الزمن، بكونه معناها يأخر ويتجاوز في الأحداث برشا لحظات. وهذا معناها باش يحرص انه معناها يوفر لك انت متعة كقارئ. فمعناها قدم قسم الجنة على قسم المحشر، وهو نورمالمون معناها يكون العكس. وأنهاها بقطع معناها تسلسل الأحداث، وقال معناها وقت اللي معناها أقام معناها ومضة روائية معناها يرجع بها الأحداث تقديما وتأخيرا. والقسم الثاني لهنا يعني متاع كالرد اللي فيه معناها حديث مباشر، بالحديث مباشر معناها موجه لابن القارح من غير معناها ضمنيات، يأكد فيه أبو علاء على السبب معناها متاع إنشاء الرسالة هذه. فالرسالة هذه معناها تعتبر من أعظم معناها كتب التراث العربي النقدي، مكتوبة معناها ردا معناها لرسالة ابن القارح، وهي رسالة معناها كما نقولوا ذات طابع روائي. فالمعري معناها جعل من ابن القارح بطل الرحلة خيالية أدبية عجيبة برشا، يحاور فيها معناها أدباء وشعراء ولغويين وغيره معناها من العالم الآخر. فالمهم أبداها المعري معناها مقدمة وصف معناها فيها معناها وصف متاع رسالة ابن القارح والأثر الطيب متاعها معناها في نفسكم كوا، ورسم بخياله الجامح انه معناها انه ابن القارح معناها بلغ السماء العليا بفضل معناها الكلمات الطيبة متاعه اللي رفعته للجنة. وصف حال ابن القارح غادي معناها بآيات قرآنية وأبيات معناها عربية اللي يصف بها النعيم متاع الجنة. والأوصاف اللي من القرآن معناها وقتها استقاها معناها من معجزة الإسراء والمعراج المعراج اللي كنا نعرفوها، وزاد من الأبيات الشعرية وشرحها وعلق عليها لغويا وبلاغيا. فالرسالة معناها فالرسالة هذيك عبارة على كما نقولوا طيارة يعني هزته للعالم الآخر، يعني التذكرة متاعه هذيك. بمعنى آخر معناها قبل في عصر المعري معناها كما نقولوا ساد اعتقاد انه معناها الانسان كي يدخل الجنة معناها ما يدخل الجنة إلا كي معناها يعطي كلمة طيبة وصورة باهية على روحه. فالجنة معناها فضاء كما نقولوا غيبي، معناها تمشي لها كان كي تعمل خير في الدنيا ويا ربيش. فابن القارح في رسالته معناها توجه المعري بقوله انه تاب ورجع لربي، يعني سيء معناها باش يدخل الجنة. اي معري قال له هيا برا هاك باش تدخل الجنة، لكن هنا جنة المعري يعني جنة معناها خيالية معناها، وخلاها غادي وقتها اللي هو البطل متاعها
وصوروا معناها حسب تخيلوا المصادر متاع الخيال متاعه، وخلاها بلاصة كما نقولوا كلها نقد للواقع متاعه وسخرية وإضحاك. فالمهم ينتقل ابن القارح معناها للجنة، ويحاور معناها برشا شعراء في الجنة اللي كما نقولوا وقت اغفر لهم ربي معناها بسبب كلمة طيبة وسبب أبيات معناها قالوها وكذا كذا. ويوضح قصة دخوله للجنة مع أكا خازن الجنة، وبقى يواصل معناها في المسامرات الأدبية متاعه مع اللي يعرضه في الثنية. المهم في ثنيته يتعدى على النار معناها مدائن العفاريت زاد غادي يعرضها، وتحاور معناها مع شعراء الجن، وزاد لقى حيوانات الجنة وحاورهم حتى معناها من أهل النار والجماعة متاع الخطيئة هذوك الكل تحاور معاهم وسامر فيهم معناها يسأل فيهم على الشعر متاعهم وعلى الجو متاعهم. المهم كي رجع للجنة معناها رجع للجنة من أول جديد، المحاورات هذيك الكل معناها الحسيل والمحاورات هذيك الكل تاع ابن القارح اللي تخيلها المعري في العالم الآخر، اللي هي تعتبر مصدر مهم معناها من دراسة النقد الأدبي. فركز المعري معناها في الكتاب هذايا على أنه يبرز ما سماه بالنص المحوري للرسالة، باش يظهر معناها الغرض الأساسي متاعها اللي يحددوا معناها بالتعبير عن نظرة للدين الأدب والحياة معناها بطبيعة بأسلوب معناها أدبي مميز. وركز زاد على الجانب العقائدي معناها اللي فهو معروف معناها ينقد بأسلوب ساخر يلمح به لحالة العصر متاعه عن طريق معناها كالأفعال تاع الشخصيات اللي تحاور معاهم ابن القارح، وزاد عن المكان. فمعناها زاد تنقسم الأربع مراحل. عندك اسمها الحاشية تركز معها خاطر تعتبر من أروع معناها الأماكن طرافة، وهي تعتبر المرحلة اللي ضمنت التراجيديا في الرسالة. فالرسالة هذه معناها تدل على برشا حاجات تتصل بعلم المعري وكما نقولوا الموسوعية متاعه وثقافته في برشا نواحي عديدة. فالمهم كموجز معناها أنت للقصة هذه يعني أنت تحب تفهم شنية دارت أحداثها وكيف صار فيها بالضبط، يعني كما نقولوا في الكتاب هذايا معناها هذا مش الكامل مش القصة الكاملة، أما كما نقولوا الكتاب هذايا بالرسمي تفجر الخيال متاع المعري معناها بروعة ارتقى به للعالم الآخر. فمعناها فكما قلت لكم يعني تخيل معناها هو تخيل شخص يحوس في النار والجنة ويقابل في الشعراء واللغويين وغيرهم، وأجرى معهم حوارات عميقة على برشا مواضيع كالأدب والدين معناها والشعر وغيره من الحاجات. فالمعري معناها خذنا في الرسالة هذه للعوالم الخاصة متاعه والاستثنائية. كي ابن القارح بعث الرسالة للمعري مضمونها أنه تعب من الحياة يطلب في التوبة وغيره، فالمعري معناها بدأ الرسالة متاع الغفران بأنه يقول معناها كلام ابن القارح كما وصفه كما الشجرة الطيبة اللي في القرآن اللي أصلها ثابت وفرعها في السماء. فيجمع المعري الخيال وياخو ابن القارح في رحلة طويلة في الجنة والنار، ودخل في برشا حوارات مع الشخصيات الغادي معناها قاعدين. فما معناها وقتها كي شاف قصرين زوز قصورات معناها كبار، قال لازم ندخلهم تاع شكون هذوما زعما، وقرب ليهم ولقى معناها الأسامي متاع القصور معناها ترجع لشكون. قال وقتها هذان ماتا في الجاهلية ولكن رحمة ربي وسعت كل شيء. وفما زاد فازة وقتها متعدي في الجنة وهو متعدي معناها مع ابن زيد، وشافوا معناها واحد يحلب في ناقة كما نقولوا، ضحكوا عليه قالوا أتحلب ناقة في الجنة؟ حسيلوا برشا أضحاك وسخرية وبرشا حوارات ممتعة دارت في الجنة مع الشخصيات ومع الحيوانات وغيره. فالمهم خطرت له بعد ما دار في الجنة الكل وسامر فيها برشا ناس، قال لك هيا برا نعملوا طلع على أهل النار ويشوفهم كيفاش عايشين ويشكر ربي على النعمة متاعه. ففي الثنية متاع جهنم شاف صخر وقال أحببت أنظر إلى صخر، اطلعت فرأيته كالجبل الشامخ النار، فالنار تضرم في رأسه. فما لهنا كما نقولوا برشا سخرية، وصفه كأنه معناها كما العالم على راسه خاطر راسه لاهب بالنار ويرفرف هكا، وصفه كما العالم. فالرسالة لهنا فيها برشا سخرية وبرشا إضحاك مبطن كما نقولوا، يعكس لك نقد المعري للواقع متاعه وكل جسده زاد في بعض الشخصيات. فالكتاب هذا مزيج بين الواقع والخيال، ينقد فيه المعري مشاكل عصره بطريقة ساخرة. فالمهم استمر معناها يحوس النار ويسامر ويحاور في برشا عباد. بالرسمي معناها
كان باش نزيدو نتعمقوا فيها باش تاخذ منا برشا وقت. اما تنعملوا رسم توضيحي باش نوريكم رسم توضيحي في البيسي كيفاش الرحله هذيك باش كانت. فمعناها اللي يحب يفهم بالحق القصة فهم عميق مش سطحي، يعني مجرد فهم كهو يحب يتعمق وكيف باش يجي يكتب يعود معناها بالفهم هذا ينجم يكتب في الدفوار، لازم يقرأ الكتاب كامل تاع القصة ويتمتع بها شوي. ما فيها باس معناها كالوقت الضايع متاعك معناها تستغنى عنيه معناها وتستغلوا في القرايه، معناها مش اوبليجي تمشي تخرج قهوه ولا وش باش تعمل، المهم تمشي معناها كل يوم تقسم بارتي، تاخذ سويعه من زمان تقرا فيها بارتي من القصه هذيك. وان شاء الله الفيديو الجاي نفسر فيه الخصائص الفنيه والقضايا معناها والجوانب الكل معناها بالتفصيل كالفلاقي الممل والطويل. اوكي فهمنا شوي معناها من المضمون متاع القصه هذه شنو حاب يوصل. كاو نرجعوها لبلاصتها خلي يزيد يرجع عليها الغبار. ونجو توا للتصوير اللي قلت باش نفسروا بها شوي. دقيقة نعمل رشفة تاعي. اوكي باهي نبدو. لهنا عنا وين السوري غادي هاو الفلاش الاحمر. لهنا وقتها ابن القارح معناها باش يبدا الرحله نتاعو وتعدى الصراط معناها فاتك الصراط هذاك وكان وقتها خايف ومتلبك. وبعديك نجول الفلاش الاصفر ولهنا يرمز معناها كي دخل الجنه ودوب ما دخل معناها كيما نقولوا بدا يشرب معناها وعقد مجلس وقتها مع علماء اللغه. وبعديك نمشوا للفلاش الاخضر لهنا بعد ما كمل المجلس نتاعو. لهنا وين الاصفر عندنا الاخضر لهنا هذوما معناها من هذا وهذا الثلاثه هذوما الثنيه هذه الكل تدل معناها لهنا بدا معناها يلقى في العباد في ثنيته معناها ملي دخل هو يلقى في الناس في ثنيته وكان ديما يطرح في سؤال بما غفر لك معناها كما نقولوا معناها كيفاش عملت باش دخلت للجنه خاطر يعرف فما عباد كما نقولوا يعرفهم في الواقع نتاعو ناس ماهيش باهيه وبقى مستغرب كيفاش معناها دخلوا ووصلوا للبلاصه هذيك. وبعديك كي كمل ثنيته يسال في الناس هذوكم الكل لهنا جاء زاد كما نقولوا في اللون الموف هذايا لهنا ولهنا انعقد مجلس آخر تاع الشراب وبقى معاهم وكا جو المسامرات والأسئلة معناها والشيء هذاك. ومن بعد كمل معناها ثنيته لهنا الفلاش الثاني لهنا وصل لهنا ولقى عباد كملوا معها ثنية وبدأ يحكي لهم في قصة دخوله للجنة معناها وكيفاش كان في القاعدة اللي قبلها كيفاش عجبته وبقى وعاود يسرد لهم في الأحداث متاع دخوله للجنة والشيء هذاك. فكمل ثنيته هو يحكي وصل لهنا للفلاش الأزرق هذايا والحسيل هنا كما قلنا بقى يمشي ويحكي مع الشعراء واللغويين والشيء هذاك. عرضته لهنا كما نقولوا في الفلاش الازرق هذايا مأدبة عظيمه نتاع ماكله وشراب معناها مش كما الاخرين نتاع قبل اللي لهنا معناها لو عمل قاعده ولهنا عمل قاعده، لا لهنا كان فيها برشا ماكله برشا شراب نوعيه مخير والشيء هذاك دخل معهم في الجو. ومعناها لحد الان كما نقولوا ملي دخل الجنه وفي مخه كان الفساد والهمله والشيء هذاك معناها ما تبدل شيء على الواقع نتاعه. ولهنا ما نعرفش كان ظاهر معاكم هوينو فلاش روز عامله اللي يدل هذايا. كمل معناها كي كمل ثنيته من هنا الكل معناها وصل حب يعمل خطرت له باش يعمل طلع على الجنه نتاع العفاريت، يعني حب يشوف اذا بالحق كيما في الواقع يحكوا فما جنون والشيء هذاك نجموش نشوفوهم. حب يتأكد منهم يعني غادي يعني معناها كما نقولوا شخصية الكاتب معناها تنعكس في بطل الرحلة ابن القارح معناها عنده برشا فضول سي المعري معناها على الجنون وجنة العفاريت هذه. فالحسيلو كمل ثنيته لهنا كملها ثنيته الكل وصل معناها للون الأورانجي هذا ولا برتقالي ولا شو تقولوا له كما نقولوا لهنا معناها بعد ما خرج من جنة العفاريت وقتل معناها قتل الفضول متاعه فقرر معناها بعد ما يعني هنا هيك جنة العفاريت هذه كنت نحكي عليها كمل ثنيته وتعدى وقتل الفضول واكتشف شيء هذاك وصل لهنا كما نقولوا سيبون باش يدخل في الحدود متاع النار والشيء هذا. فلهنا معناها قرر يمشي للنار ولهنا كما نقولوا دخلنا في الطبعة معناها لهنا معناها لقى حطيئة في ثنيته وهذا معناها إنسان فاسد وبقى يسأل فيه كيفاش معناها
وعلاش معناها فاش دخلت لهنا. المهم فدخل جماعة النار هذوكم الكل معناها من هنا هذا الأصفر والهذية الثانية الكل معناها قاعد يدور في جهنم في النار، غادي يسأل فيهم ويلقى فيهم جماعة النار الفاسدين واللي باهم عليهم ويسامر فيهم ويسأل فيهم. يعني ثنية كاملة يطرح في المسامرات متاعه والسخرية. يعني تحس الكاتب فما شخصيات معناها اختار، يعني هذوما الكل شخصيات ما التصوير ماهيش واضحة، هذه الكل اسامي شخصيات معناها تحسوا فما شخصيات اختار باش يحطهم في النار باش يحقق معناها بهم هم كما نقولوا هم عنصر الاضحاك وعنصر معناها السخرية، معناها ما ينطبق كان عليهم خاطر في الواقع بالحق شخصيات معناها ما تصلحش معناها. ولهنا نجو معناها هذا الفلاش الاكحل هنا هاوكا 1 2 3 هذوما عندنا 3 فلاشات كحول. لهنا معناها خرج منك الشيرة متاع النار والتقى آدم لهنا، وهذه تفاصيل مزعجة ما نحبش ندخل فيهم برشا. المهم في ثنيته عمل طلع على كما نقولوا لهنا هيك هذه بالضبط جنة الرشد، وفيها أكا كما نقولوا معناها طبقة زوالية مش كما الآخرين قصور وشراب وماكلة وجو معناها والحاجات الكل. فالمهم لقاه غادي شكون يشرب معناها حكى معاه، ومرة هذه معناها وقت تدخل معاه في الجو شوي بشوي بشوي من بعد للشرب معناها للبح الصوت وللبح العقل وكل شيء معناها وصلت به معناها وقتها سيبوه ما عادش نجم يمشي وداخ هزوه معناها وقتها على فراش معناها العباد الغادي هزوه الفراش للدار متاعه اللي في الجنة. لهنا مشوا به في ثنية هاوكا، لهنا كانت راهو هازين عباد معناها ملمومين به هاوكا العباد هنا ملمومين به للوصل للدار متاعه لهنا في الجنة. فمعناها يعني تحس معناها لهنا اللي في القصة هذه ابن القارح معناها حتى كي تخل معناها الجنة الخيالية هذه متاع المعري معناها كيما هو طبيعته في الدنيا كيما غادي معناها شراب معناها كيما في الجنة هك شوفوا شراب شيخات كذا يفرق فيهم على العباد المسامرات الحسيلو هذا كيما نقولوا معناها ينجم يعكس ضعف برشا حاجات في المجتمع متاع المعري. على ذلك معناها طرح برشا قضايا تقروا فيهم ولا هذوكم الفكرية والاجتماعية والدرشنية باش نفسرهم في فيديو وحدهم يخص الخصائص الفنية والمضامين متاع القصة هذه بحال لهم خاصية مضمون بشوي ونفهموها حاجة سهلة قصة سهلة ما فيها حتى شيء صعيب.